أيوة الكبيرة موجودة يا بنتي. إلا قوليلي حضرتك مين علشان أخليكي تطلعي لها فوق. ردت فرحة وقالت أنا أنا أكون مرات ابنها فارس. أنا اسمي فرحة. الشغالة اتصدمت جدا أول ما سمعت اسمها. ها؟ قلتيلي إنك مرات فارس الله يرحمه؟ يا حبيبي يا ولدي، طب تعالي يا بنتي، تعالي أطلعك لعنديها. وفعلا الشغالة أخدت فرحة وطلعتها على أوضة الكبيرة. كانت هنية قاعدة على الكرسي وكانت بتنام على نفسها لأنها طول الليل سهرانة مع الكبيرة. يا أهلا وسهلا. إلا قوليلي مين حضرتك؟ هو حضرتك تعرفي الكبيرة وجاية علشان تزوريها وتعزينا صح؟ ردت فرحة وقالت أنا اسمي فرحة، أنا مرات فارس الله يرحمه، وجاية علشان أعرفكم بنفسي وأتعرف عليكم. يا أهلا وسهلا. معقول انتي فرحة مرات فارس الله يرحمه ولد خالتي؟ نورتي الدار كلاته. البقاء لله يا حبيبتي. تعالي اتفضلي، الدار دارك، بس مع الأسف الكبيرة تعبانة حبتين. وفجأة وهما بيتكلموا مع بعض دخل جاسم وهو مش عارف مين الست اللي واقفة دي. كان مستغرب وقال سلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ إلا قوليلي مين الست دي وجاية هنا ليه؟ أكيد جاية علشان تعزينا، هي جارتنا يعني ولا إيه؟ أنا أول مرة أشوفها. ها؟ الست دي تكون أصلي يعني هقولك الست دي تكون مين. الست دي إيه يا ولية؟ أنت خرفتي ولا إيه؟ مالك عمالة تتلجلجي كده ليه؟ والسؤال صعب للدرجة دي؟ قوليلي أنت يا هنية مين دي؟ وجاية هنا ليه؟ أكيد علشان تعزينا صح؟ ما تقولوا يا جماعة في إيه؟ أنت ساكتة أنت وهي ليه كده ما بتحدثوش؟ أنا هقولك أنا مين. أنا أكون مرات أخوك فارس الله يرحمه. أنا بقى اسمي فرحة. انتي ايه اللي جابك هنا؟ أني قلت 100 مرة إني مش عايزة أعرفك يا مصروية. انتي السبب في قتل أخويا عشان تبقي فاهمة. أخوي مات على يدك انتي لما راح لك هناك واتجوزك غصب عن أهله. أني مش عايزك ومش عايزة أشوف خلقتك. طبعا انتي جاية هنا علشان عارفة إن في ورث، علشان تاخدي ورث جوزك. ايوه، ها انت شكلك كده كل المصرويين اهمهم الفلوس وبس. ردت فرحة وقالت ايه اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وكلام فاضي ايه؟ انا مش محتاجة فلوس والحمد لله. وعلى فكرة انا جاية هنا علشان اتعرف على اهل جوزي لان هي دي كانت وصيته، وهي دي كمان اللي كان بيحلم بيها طول حياته، ان انتوا تتعرفوا عليا وانا اتعرف عليكم مش اكتر. وجيت علشان اعزي هنا في بيت جوزي فارس الله يرحمه اللي انت مش عامل له اي اعتبار. وانا جيت هنا علشان اسلم على الكبيرة وانا ماشية كمان عن اذنك. اكيد طبعا هتمشي حالا. لو مش بمزاجك هتمشي غصب عنيكي. وخدي بالك لو رجلك خطت الدار ده تاني اني هكسرها لك. انت مالكيش مكان وسطينا، فاهمة يا مصروية؟ وعمري ما هسامحك على قتل اخوي خلاص الله يرحمه. ومن هنا هو رايح انت مالكيش صالح بينا ومحرومة من الورث، مالكيش حاجة عندينا. ولو جيتي هنا تاني انا هتصرف معاكي. لا لا يا ولدي، ما يصحش. دي مرات اخوك، دي من ريحة الحبايب، دي مرات فارس الله يرحمه. أنا كان نفسي قبل ما أموت أخده في حضني. اتوحشته قوي يا ولدي. تعالي يا فرحة، تعالي يا بنتي. لا مش هتاجي فين يا كبيرة؟ هو ده الحديث اللي كنا دايما بنقولوه إن البت دي هي السبب في قتل أخوي. لا أنا مش موافق إنها تقعد لحظة في الدار دي. هتقعد هتقعد يا جاسم يا ولدي. وانت عارف اني بقول كلمة ما بتنيهاش، ولا اني بقى علشان مرضت وما بقاش ليا لازمة وانت اللي بتمشي كلامك عليا وعلى الدار. بس لا، فرحة مش هتمشي من هنا. داني لما صدقت شفته على الأقل تفكرني بحبيب قلبي فارس ولدي ونن عيوني من جوه. يا ريتني كنت وافقت على الجوازة من الأول. على فكرة أنا جاية هنا بس علشان أطمن عليك يا حاجة، ومش جاية علشان ورث ولا أي حاجة. أنا مش عايزة منكم أي فلوس، وإنت حضرتك أنا كمان مش عايزة منك أي حاجة. ويوم ما أقع في مشكلة
مش هحتاج أي حاجة منك، أنا جاية بس علشان أقول لكم كلمتين. إني إني حامل من فارس ابنكم. وفجأة الجميع اتصدموا أول ما سمعوا الكلام ده. ما كانوش يتوقعوا تماما إن فرحة مرات فارس تكون حامل وهتجيب لهم ولي العهد. معقول انت حبلة يا بنتي؟ يا ألف حمد وشكر لك يا رب، يا ألف حمد وشكر ليك. معقول هيجي ولد حتة من فارس واخده في حضني؟ يا قلبي يا ولدي يا قلبي، الحمد لله. أنا عارفة إن ربنا بيحبني وبيصبرني وبيطبطب على قلبي بالطفل الصغير اللي في بطنك يا بنتي. ألف حمد وشكر لك يا رب. أهو دلوقتي أني ناري بردت بعد ما شفتك يا بنتي، وبعد ما عرفت إنك هتجيبيلي ولد فارس. جاسم ما عجبهوش الكلام ومشي من الأوضة لأنه ما كانش طايق فرحة على الآخر. فرحة قعدت جنب الكبيرة وكانت بتقول: سامحيني يا كبيرة، أنا حبيته غصب عني وهو كمان حبني. الحب مش بإيدينا. هو كان نفسه إني أجي هنا ونفسه تشوفوني وأنا كمان أتعرف عليكم، علشان كده حبيت أجي دلوقتي وأقول لكم إني حامل كمان وأفرحكم. فرحتيني جاوي يا بنتي، فرحتيني وبردتي نهاري. أنا كنت حاسة بالذنب علشان ما وافقتش على الجوازة دي، وهو يمكن لو كان فضل وسطينا ما كانش حصل له حاجة. أنا حاسة إن أنا السبب في كل اللي حصل له، لكن حملك ده يا بنتي حياني من جديد وخلاني أحس إن في أمل في الحياة وشخص صغير هقدر أعيش علشانه. فرحة دخلت الأوضة وكانت حاسة إنها شم ريحة فارس في كل أركان البيت. كان وحشها قوي وكان نفسها تحضنه جدا وكان نفسها تفرحه، لأنها قاعدة دلوقتي وسط أهله وأهله موافقين عليها وراضين بيها ما عدا جاسم، وكانت حزينة جدا على فراقه. أما تاني يوم الكبيرة فاقت وبقت كويسة جدا وبقت أحسن من الأول بكتير. الجميع كانوا قاعدين على الفطار علشان يفطروا، لكن الكبيرة كانت عمالة تفكر يا ترى هتنزل فرحة تفطر معاهم ازاي. وبعدين قالت: احنا عندنا ضيفة يا ولاد ولازم تيجي تفطر معانا. يلا قولوا لها، قولوا الفرحة تنزل علشان تفطر ويانا، مش هنفطر لوحدينا مهما كان دي ضيفة عندينا ولازم تاخد واجبها تالت ومتلت، وبرضه هي حبلة من ولدي. رد جاسم وقال: لا يا كبيرة، مش هتفطر معانا ولا عايزة اشوف خلقتها. خليها مرمية فوق في اوضتها واحنا نبقى نبعت لها الفطار في اي وقت. ايوه، اهي مهما كان مرات اخوي وتحمد ربنا اني هوكلها من وكلنا. ان كان علي عايزة اسمها واخلص منها. انا مش عارف دي البجحة دي جاية لغاية هنا ليه، فاكرة اننا هنديها ورثه. لا يا ولدي، ما تفكرش كده، فكر في اخوك وازاي ترضيه وهو ميت. اكيد دلوقتي هو فرحان قوي علشان يتلم شملنا وابنه اللي في بطنها. فكر فيه يا جاسم يا ولدي، ابنه اللي هو ابننا لازم يتربى وسطينا. فرحة لازم تفضل هنا، ما ينفعش تمشي يا جاسم، ولد اخوك لازم يكون تحت رعايتنا يا ولدي. وفجأة الجميع كانوا مصدومين أول ما نزلت فرحة ودخلت عليهم. جاسم كان بيبصلها بكل غضب ومتضايق منها، ودخلت وقالت: صباح الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ أنا النهاردة نمت كويس قوي والحمد لله، حاسة إن ريحة فارس في كل مكان. وفجأة قام جاسم من مكانه وكان عمال يبص لعينيها جامد جدا بكل غضب وما كانش طايقها على الآخر. فرحة ما كانتش عارفة ليه كل الكره ده وليه مش طايقها كده. وبعدين بعد ما بصلها بغضب سابها ومشي وهو متنرفز على الآخر وما كانش عايز يبص حتى وراه. وفجأة: استنى عندك يا جاسم، أنا لازم أتكلم معاك، والكلام اللي هقوله ده هيهمك وهيهم كل العيلة. استنى عندك، انت لازم تعرف أنا عايزة أقول ايه. ولحد هنا تكون نهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما تنزل الحلقة الجديدة. وحابة أقول لكم إني نزلت قصة جديدة حلوة جدا بجد مشوقة قوي ومن أجمل القصص اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. اسم القصة ضحية الحب. القصة نزلت على قناتي الجديدة قصص واقعية، قصة كاملة
بجد من أمتع الروايات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. قصة حلوة قوي بجد، فايته نص عمره اللي مش هيشوف الرواية دي. يلا بسرعة، لينك الفيديو في أول تعليق مثبت. ألقاكم في حلقة جديدة، مع السلامة.